بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله راح نطيبوا البكبوكة، ولا كاين يقولوا الدوارة، ولا كاين في بعض المناطق يسموها الكرشة. البكبوكة واش هي الدوارة. الدوارة نطيبوها، كي نطيبوها نسموها البكبوكة. في بعض المناطق يسموها البكبوكة، في بعض المناطق يقولوا قبالة الدوارة، ما يقولوا لا بكبوكة لا والو. هذه دوكاتيك انا حبيت نعطيكم برك واحد التدبيره باش في العيد ان شاء الله هاو جاي كي طيبوها الدواره ولا البكبوكه تجيكم بنينه. هنايا في العيد راح نديروا الدواره ونديروا شويه الكبده، شويه الريه، شويه المصارن، شويه هذيك اللحم اللي يجي مع الكبده، هادو كامله نقطعوهم ونديروهم داخل البكبوكه. بصح انا دوكا ما عنديش هادو كامله، راح ندير غير شويه الدواره وشويه تاع الريه غليتها شويه باش نقدر نقطعها، والدواره مغسوله برك، ما مغليه ما والو، ماهيش مغليه، ماشي مغليه. المهم كيفاش واش ديروا قبل ما ديروا لها لا الدرسه ولا الملح ولا البصل ولا التوابل والو نحكموا هكذا القدره، نحطوها فوق الفرنو ونخلوها حتى تطلق كاع الماء ديالها. هذه الدواره ولا هذا الشيء اللي كامل داخل كاع يطلق الماء ديالو وينشف مليح. من بعد باش نبداو نديروا الدوزين، يعني ماشي نحطوا هكذا قبال عليها الملح والتوابل وكاع تتخلط مع هذاك الماء تاع الدواره، ما تجيش بنينه. بصح كي نخلوها تنشف كاع من الماء هذاك ديالها راح تجينا بنينه، ومن بعد هذيك الدوزينه تقرب فيها وتجي بنينه. هذه نحطها انا ان شاء الله فوق الفرن حتى تنشف من الماء تاعها كامل، ومن بعد باش ندوزنها. هاكو تشوفوا هاوليك الماء كيفاش راهي تطلق الماء ديالها. النار ديروها شويه قويه باش الماء هذا ينشف بالخف. ودواره ثاني ما تقطعوهاش صغيره، ما تقطعوهاش كبيره. على جال اذا قطعتوها صغيره راح تذوب، وكبيره بزاف ماشي مليحه، لازم تجي متوسطه باش كي تنقص شويه تجي هذاك هو. هاي مازال حتى ينشف هذا الماء كامله باش ندير لها الدوزينه. ها شفتوا او غير ينقص. بعد ما وريت لكم التدبيره تاع البكبوكه ولا الدواره ولا الكرشه اللي هي لازم نخلوها حتى تشرب الماء تاعها كامل ولا تنشف من هذاك الماء كامل، من بعد ندوزنوها. دوكا ديك الطريقه تاع الطياب تاع الدواره ولا الكرشه ولا البكبوكه تختلف. اولا عندنا عده انواع تاع هذه الدواره، عندنا بزاف طرق اللي نطيبوا بها. عندنا دواره بالجلبانه، عندنا دواره بالحميصه، عندنا دواره بالبصل والطوماطيش، عندنا الدواره بواسمو بالكرومب، يعني كاين بزاف انواع تاع الدوارات. واش عندنا الدرسه، والدرسه تعرفوا يعني هي الثوم والفلفل الدريس ولا الفلفل الحار اليابس، نحطوه في الماء يرطب، من بعد ندرسوه مع الثوم والملح. اللي ما يحبش الحار يدير غير الدرسه تاع الثوم، في الاخر يحط هذاك القرن تاع الحار الخضر. عندي فلفل دريس، عندي العكري. انا نقول لكم ما نطيبش بالعكري، بصح هذايا انا اللي خدمته في الدار على بها راح نطيب به. عندي كرويه. كاين اللي يدير الدواره بالكرويه وكاين اللي يدير الدواره بالكمون، يعني ما نقولوش ما نعلقوا على حتى واحد. اللي ما في يديرها بالكرويه يدير بالكرويه، اللي ما في يديرها بالكمون يدير بالكمون. عندي فلفل كحل باينه، فلفل كحل. هادوما العاصمه يطيبوا هكذا الدواره، يعني يديروا الدرسه فلفل دريس والفلفل الكحل والكرويه. كاينين في جهات واحده اخرين يزيدوا البصله، هذه دوك البصله يزيدوها يسكرفجوها ويزيدوها. وكاين تاني اللي يزيد معها طوماطيش تاع الحب. وعندي هذه الهريسه الحلوه. انا دوك ندير كيما مارفين نديرو حنايا ما نديروش البصل في الدواره ديالنا، غير لا درنا دواره تاع بصل وطوماطيش ما نديروش البصل. بصح انا اليوم حندير هاد البصيله هذه دوك نسكرفجها. علاش؟ راكو شفتوا عندي غير شويه تاع الدواره، ما عنديش بزاف، جابها لي يعني صدفه هكذاك. راح نزيد لها هاد البصيله هذه باش نزكيها. والطوماطيش راح نديرها هي وهذه، وما عنديش طوماطيش تاع البواطه، على هذه راح ندير هذه طوماطيش تاع الحب مع هذه الدرسه الحلوه. هاي ليك بعد ما شربها ونشف كامل هذاك الماء دوكا ندوزنوها. ندير الزيت، دواره تحب الزيت.
ندير الدرسه، وتاني نحتاجو القزبر ولا حشيش مقطفه ولا الدبشه انا مازال ما جبتوش انايا. ندير هذيك البصله، قلت لكم هذا فلفل عكري انا خدمته في الدار، وهذه الهريسه الحلوه. حبيبه تاع الطوماطيش محكوكه ولا مسكرفجه، على جال ما راحش ندير الطوماطيش تاع البوايض. هكذا نحطها حتى تتقلم مليح مليح، ومن بعد هيك نمرقها. كي نمرقها ندير لها الحميصه. هاي بعد ما تقلات نمرقوها. ونحط الحميصه تاعي كانت في كونجيلاتور مشمخه برك، ماشي طايبه الحميصه تاعي، وخليها حتى طيب الحميصه والدواره ولا الكرشه. من بعد ندير لها القرعه. هاي ديك بعد ما دخلت لها الطياب الدواره والحميصه، نحط حبيبات قرعه. عندي حبيبات قرعه الدواره كل واحد واش يدير لها، وعندنا بزاف انواع تاع الدوارات في الجزائر، كاين اللي فيها القرعه، كاين اللي فيها الجلبانه، كاين اللي فيها قلت لكم الكرنب، كل واحد واش يدير. انا اليوم راح ندير لها القرعه. وقبل هذاك الشيء نسيت مقبله ما درتش التوابل، راح ندير شويه فلفل كحل وندير الكرويه. كاين اللي يدير الكرويه وكاين اللي يدير الكمون، يعني ما نعلقوا على حتى واحد، كل واحد يدير الحاجه اللي معرف يديرها. وعندي شويه حشيش مقطفه ولا قزبر، هكذا نخليها حتى طيب هذه القرعه. هذه هي البكبوكه ديالنا. انا لاحظت كي شفت هذوك الفيديوهات الاولين قبل ما نوصل للاخر بلي كانت الطريجره تبان كحله محروقه، وحتى الدواره كانت تبان محروقه. هي ماهيش محروقه، كان الضو هو اللي كان لعب الدور ديالو، وحتى مع الاخر كي سقيت وصورت ما بانتش مليح هذيك الدواره في الطبسي. على هذه يعني نقول لكم هذه هي الدواره ديالنا. ان شاء الله تاخذوا بهذيك الفكره اللي قلت لكم، ما تدوزنوش الدواره عليها مباشره، خلوها حتى تنشف كاع من هذاك الماء، وثاني ما تغلوش الدواره ديالكم، هكا تجيكم بنينه. نقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. نقول لكم بقاو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله ويمنعش.